اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه اللي هو العقد شريعه المتعاقدين. انت سبت امام عاشور يمشي من نادي الزمالك بدون اي قيود عليه. انا سبت امام عاشور يمشي من الزمالك بس مفيش بند في العقد يحق لي ان انا اخد اللاعب. مفيش بند في العقد يحق لي ان انا اخد اي جنيه في حاله اعاده بيع اللاعب. فدي سوء اداره، سوء تعاقدات. انا وجهه نظري شايف ان دي سبوبه اتعملت لنادي الزمالك. لان مستشار مرتضى منصور قال لك انا خدت حقي من صفقه امام عاشور، انا كنت جايبه ب 7 او 6 مليون وبعته ب 3 مليون دولار، فانا كده خدت حقي من امام عاشور. عايز امام عاشور ادفع له. مفيش كده يا جماعه. يعني ايه اسيب لاعب زي امام عاشور بالقيمه بتاعته دي اسيبه يمشي بدون اي رجوع ليا في حاله سواء بيع سواء حاله بيع ماليش حق ان انا اتدخل فيه خالص. دي النقطة اللي بنتكلم فيها في إمام عاشور. في بقى النقطة اللي هي النقطة الفنية. إمام عاشور لاعب كويس جدا.